حد بيحاول انه يقدم على الفيزا السياحه ومش عارف هيعمل ايه في المقابله ومش هيعرف يتعامل ازاي. بص يا جماعه بكل بساطه وانت جوه ممكن عادي جدا يبتدي يسالك اسئله وما تلحقش ترد عليها وتلاقي نفسك بتترفض من غير ما تعمل اي حاجه، واكيد في ناس حصل معاها الموقف دي وعارف انا بقول ايه كويس. بكل بساطه انت لما بتخش لازم تبقى عامل حسابك ان انت مش هتحور عليه في حاجه، هو مجرد ما يحس ان انت اصلا مش بتحور عليه لحد ما هياخد معاك ويدي في الكلام لحد ما تشوف هتوصل لايه، انك تتقبل او تترفض. رقم واحد ان شاء الله هنعمله، وانت لو متخرج من جامعه ومخلص كل حاجتك فانت عايز اتش ار ليتر من شركه انت شغال فيها، فهتصرف وهاتها. رقم اتنين البنك اكونت بتاعك لازم يكون فيه فلوس داخله وخارجه على مدار 6 شهور، وده يكون افضل، ممكن يبقى 3 شهور ولكن 6 شهور افضل. تمام، يا البنك بتاعك يا البنك بتاع والدتك يا البنك بتاع والدك، دي حاجه اسمها درجه اولى بالنسبه للشخص اللي مقدم على اساس ان هم السبونسر ليك او هم الداعمين ليك في السفريه بتاعتك دي. حاجه هتبقى محتاجه ان انت تبقى حاجز مبدئي لاوتيل وحجز مبدئي طيران، استراتيجي بلان للرحله بتاعتك من اول يوم هتسافر فيه لاخر يوم هتسافر فيه.